السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشوف مع بعض أين يسكن الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف. والأمير الحسين بن عبد الله الثاني هو ولي العهد الأردني. تزوج من الأميرة رجوة آل سيف في تاريخ الأول من شهر يونيو من العام 2023 ميلادي، ويقيم لهم حفل زفاف ملكي راقي جدا. وظهرت الأميرة رجوة مرتدية فستان أبيض راقي وجميل من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب. وأين يسكن الأمير الحسين بعد زواجه من رجوة؟ بعد زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من الأميرة رجوة آل سيف، انتقل للعيش في قصر الحسينية، والذي يقع في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. ومن الجدير بالذكر أن قصر الحسينية يعد من أهم المعالم الثقافية والسياحية في الأردن، إلا أنه يضم عدد كبير من الفنادق والفلل الفخمة، ويقام فيه الكثير من المناسبات الرسمية للعائلة المالكة. وبني قصر الحسينية في عام 2006 غرب العاصمة الأردنية عمان. ومن ناحية التصميم يجمع القصر بين التراث المعماري العربي الإسلامي والمتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب وبساطة التصميم الداخلي. وبيضم القصر المكاتب الجديدة لجلالة الملك عبد الله الثاني، ومكتب جلالة الملكة رانيا العبد الله، ومكتب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبيجمع القصر من حيث التصميم بين التراث المعماري العربي الإسلامي والمتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب وبساطة التصميم الداخلي وروعته. وبيحتوي قصر الحسينية على مكتبي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الملكية، وكذلك القاعات واللي بتجرى فيها المباحثات الثنائية والموسعة خلال زيارات الضيوف الرسميين للمملكة. وبيحتوي القصر على قاعة للطعام وأخرى للاحتفالات الكبرى وساحة للمراسم الخارجية، وبيتم فيها استقبال ملوك الدول ورؤسائها. وتقع في المساحة الفاصلة بين القصر ومسجد الملك الحسين، ويجرى جلالة الملك المعظم في رحاب هذا القصر معظم اجتماعاته اليومية ومقابلاته الرسمية. وأطلق اسم الحسينية على هذا القصر نظرا لوجوده بجوار مسجد جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. دي كانت تفاصيلنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.